الكريمات المرطبة بتاعة البشرة، الكريمات مهمة جدًا، جدًا تغيّريها في فصل الشتا. الكريمات المرطبة دي مش رفاهية زي المَيّة والهوا كده، مهم جدًا تغيّري نوع الكريم اللي بتستعمليه، الشتا غير الصيف. في الشتا لازم نستعمل كريمات عالية جدًا في الترطيب، لإن بشرتنا بتكون محتاجة وعطشانة جدًا، جدًا، جدًا. قلة الترطيب بتعمل تجاعيد، بتعمل التهابات في البشرة، بتعمل عدم توحيد لون البشرة. تخيلي أنتِ بتستعملي كل حاجة perfect بس بتحطي كريم مرطب غلط، كل اللي أنتِ حطيتيه قبل الكريم المرطب ولا عمل أي حاجة. ومهم جدًا اختيار كريم مرطب كويس جدًا للوقت اللي إحنا فيه. أنا النهارده هاقول لِك مجموعة من الكريمات المرطبة. طبعًا نورتيني وشرفتيني معاكِ ياسمين. اعملي بقى لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلِك أي فيديو جديد، وأي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنت. ويالّا بينا نبتدي بأول المنتجات. أول حاجة، أي حد بيستعمل ريتينول كريم أو بيستعمل ريتينول سيرم ده أساسي عندنا، تمام؟ الريتينول الكريم والسيرم مهمين جدًا، وأحسن نوعين بالنسبة لمصر. لو أنتِ عايزة بقى حاجات عالية جدًا عندِك سيرامات طبعًا الغالية كلها تحفة، فدول أحسن نوعين في مصر سعرهم حلو جدًا ونفس نتيجة السيرم بالضبط، أو بتبتدي ريتينول. أول حاجة انفينيتي ده ما نغيروش، ده نحط فوقيه كريم مرطب. يعني أنتِ حطيتيه وبشرتِك مرطبة في الشتا وكله تمام، لقيتِ بشرتِك مش مترطبة بعد الكريم بتاع انفينيتي غير الصيف، هنحط فوقيه كريم مرطب، تمام؟ سِش، أنا باقول على طول الكلمة سَش، باحط فيها ألِف ليه مش عارفة، سِش. لو حسيتِ بشرتِك محتاجة ترطيب بعديها برضه تحطي كريم مرطب. فشوفي أنتِ بقى وأنتِ وبشرتِك، بشرتِك غير بشرتي. يعني أنا بشرتي لأ، أنا عايزة كريم مرطب، أحط سيرم هيالورونيك أسيد وكده، فاهمة؟ فأنتِ شوفي أنتِ بشرتِك محتاجة إيه في الشتا وهاتيه، تمام؟ وطبعًا إحنا هنعمل فيديو عن كل سيرم الهيالورونيك أسيد اللي أنا جربتها، لإن خباثة كده من وراكم كام سيرم جديد كده هنشوف إن شاء الله. طبعًا جربت ديرمال جديد وجربت كمان السكين بوستر بتاعهم، السيرم بتاع السكين بوستر. طبعًا هاقول لكم رأيي إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. دلوقتي الريتينول ده أساسي عندنا صيف شتا، الريتينول كريمات الريتينول أساسية. هتستعملي سيرم وعايزة تغيري الكريمات بتاعتِك، يبقى كريم اللي أنتِ هتستعمليه الصبح والّا تستعمليه بالليل مع السيرمز بتاعتِك. تاني كريم اللي أنا كنت باستعمله طول الفترة اللي فاتت، وطبعًا أنا يعني فنشته خلصته خالص برضه من سِش. ده هاستعمله تاني؟ لأ، مش هاستعمله تاني. ده اللي هيستعملوه بقى أصحاب البشرة الدهنية جدًا، جدًا اللي بتنزّل زيت. هتستعمل الكريمات المرطبة اللي فيها هيالورونيك أسيد وفي نفس الوقت مش تقيلة على بشرتها. أصحاب البشرة الدهنية جدًا، جدًا وأنتِ قاعدة كده شتا صيف، في حبوب، في مشاكل، في دهون كتير، هتستعمل كريمات مرطبة خفيفة زي جلاميلات، بولي بارادايس أو كمان سِش. دي هتستعملهم الصبح وبالليل. البشرة الدهنية جدًا، 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 بشرتِك دهنية زي حالتي أو مختلطة بس ما بتطلعش حبوب وكمان بتبقى ناشفة في الشتا، هاقول لِك بقى نستعمل إيه بالتفصيل. بس الحاجات دي بولي بارادايس، وكمان في BG كويس أوي. في بعض الناس ما بتلاقيهوش في كل حتة، عشان كده مش باقوله كتير. أي نوع بشرة ابعدي عن أي حاجة جل في فصل الشتا. الشتا الجل بينشف البشرة أكتر، الجل ما ينفعش نستعمله خالص في فصل الشتا. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أسمح بيها جل وفي نفس الوقت ترطيب وفي نفس الوقت، ركزوا بس في كلامي كويس أوي، الفلوس والميزانية بتاعتِك قليلة ومحتاجة ترطيب أعلى وهتحطيها مع الكريم بتاعِك، هو بوبانا جل. بوبانا جل ده حلو أوي في الترطيب، بس لازم تحطيه مع كريم مرطب. يعني هتحطي طبقة على بشرتِك ووراه على طول كريم مرطب، ده بيحبس الترطيب أكتر وبيرطب البشرة أكتر. لو معكيش فلوس، لو معكيش فلوس تجيبي سيرم هيالورونيك أسيد، معكيش فلوس تغيري الكريم اللي أنتِ جبتيه الجديد طلع أي كلام وطلع مالوش لازمة، هنحط على طول بوبانا جل. أي نوع بوبانا جل، هم كلهم واحد بس الألوان مختلفة. من الريتينول هيالورونيك أسيد فيتامين سي، يعني كله بيدي ترطيب، هو بيدي ترطيب قوي جدا. فأنا باحبه جدا. بصوا، في حاجة بسيطة أوي باستعمله ساعات لجسمي ووشي ففظيع برضه. أنتِ تقدري تعملي الحركة دي بس في الشتا. تاني مرطب معانا أنا برضه باحبه جدا. المرطب ده أنا اكتشفته الشتا اللي فات من كتر حبي فيه مش عارفة أغيره، وبدأ يطلع منه غسول وبدأ يطلع منه حاجات كتير، بس الحاجات بتاعته دلوقتي مش عارفة ليه مش حاباها أوي. هو الكريم ما اتغيرش ومبسوطة إنه ما اتغيرش. الكريم ده اسمه هايدرنس، طبعًا هاجيبه إن شاء الله بس الشتا يخش شوية. الهايدرنس ده من أحلى المرطبات للبشرة وهيكفيكي تقريبًا أكتر من شهرين. خطير تستعمليه الصبح وبالليل. الكريم معانا، الكريم ده لو تعرفوا مميزاته ما حدش يعني هاقول لكم هيخلص من الصيدلية. الكريم ده فيه زيت السمك، فطبيعي هتبقى ريحته وحشة سنة. زيت السمك ده فيتامين A للبشرة، هو اللي بيشد الجلد وبيحسن الجلد. الكريم ده سعره رخيص بس تقيل شوية، ينفع للشتا القوي جدا. شهر 12 واحد
تجيبي الكريم ده. شهر 12 واحد ده شتاء شديد جدا، ده فيه كل الفيتامين، زائد طبعا الترطيب بتاعه قوي جدا. ولو عندك اكزيما في بشرتك، عندك تقشير قوي جدا، الناس اصحاب البشره الجافه جامده جدا قشر بيقع كده من وشهم، احسن كريم للبشره الجافه جدا 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 جدا، فوق جدا جدا كمان. انتوا عارفين نوعين الكريم دول طبعا انا هتكلم عليه، ده برضو ده تقيل برضو ويجنن جدا، بس هتكلم عليه في وقته. ده بقى عايزه اقول عليه ده فيه فيتامين سي وفيتامين اي، يعني فيه ريتينول وفيه فيتامين سي وفيه زنك وفيه الوفيرا وفيه مجموعه زيوت، فيه كل حاجه في الكريم ده ومحدش بيتكلم عنه ليه. الكريم ده حلو، الكريم ده فيه ريتينول. الكريم ده خدوا بالكم للناس اللي طبعا الحوامل او بترضعي ولقيتي الكريم ده في الصيدليه قلتي ده مجموعه من الفيتامينات، لا داخل فيه الريتينول وبنسينول وعسل وفيتامين سي، فيه كل حاجه. انا محدش ليه بيتكلم عليه كتير، ده تحفه. بس ممكن الريحه بتاعته، لان ريحه زيت السمك قويه، فانتي الريحه بتروح بعد ربع ساعه نص ساعه تلاقي الريحه طارت اول ما فردتي الكريم على وشك. انت بتاخدي الفايده، فالفايده مش مهم الريحه. يعني انا بالنسبه لي مهم اخد فايده حلوه قوي. كلمني على سيكا اي بلس ده. سيكا اي بلس ده لو انتي وشك عملتي له اي حاجه وفي ورم فتقدري تستعمليه، بس عملتي شيفنج، عملتي اي حاجه حصل ورم، حواجبك عملتي بالملقاط فحصل في حواجبك ورم عشان ما تزرقش، فتستعملي كريم السيكا اي بلس. كريم شن التاني وحش جدا، الشن اي بلس ده حلو جدا جدا، والورم فعلا بيروح بعد ساعتين 3، فده بيعجبني قوي لما بستعمل اي حاجه لوشي وطلع كده حاجه زرقاء شويه او وارم شويه. تاني كريم معايا وده من مفضلاتي وهستعمله ان شاء الله هو ايفا 50 بلس. ايفا 50 بلس انا بستعمل السن ال 50 لانه فيه كميه ترطيب عاليه جدا جدا جدا، مهتمين بيه اكتر من 30 وال 40 وال 20. عايزه بس حد يجيب كريم 50 بلس. انا كنت لو اتفرجتوا على فيديوهاتي بتاعت الشتاء اللي فات، انا طول الشتاء انا بحبه جدا 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 جدا، فعلا بيشد البشره، بيحسن البشره، في كل حاجه انا عايزاها. الشتاء بس جامد يخش، فانا هوريكم الحاجات دي كلها. تاني كريم الكريم ده بجد من اروع الحاجات اللي ممكن تشوفيها، سعره رخيص، في كل ترطيب، في كل حاجه. بس خدي بالك اي حاجه هتستعملي اي كريم مرطب من ده يا ريت تحطي كريم شمس. كريم شمس مهم جدا شتاء صيف. في حاجات اشعه فوق بنفسجيه دي بتخترق السحاب وبتخش برده حتى لو ما فيش شمس، لا بيبقى في حاجات مضره وانت مش بتاخدي بالك. حد سيكا ومش عايز يجيب اي كريمات من دي وعايز يستعمل كريم زيرو اي حاجه بس يديله الترطيب ويديله كل الفيتامين من غير اي حاجه لانها بشرتها حساسه جدا، هو كريم الاطفال ده. كريم الاطفال ده من اروع الحاجات اللي ممكن تستعمليها على بشرتك. بصي ده للشتاء بس، الشتاء داخل علينا، تقشير، درمبان، ترطيب عميق، كل حاجه بقى عشان بشرتنا تفتحها اسرع بكتير. انا بشرتي تفتحي بسبب سيروم الدرمبان، انا بعشقه، انا بجد بعشقه. يعني انا حطيته دلوقتي وانا بصور اول ما رجعت، رهيب رهيب. بتاخدي منه بقى بالطريقه دي، تحطي كده 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 وتفردي ايدك كده اهو وتطبطبي على وشك. مش عايزه تعملي اي حاجه لان هو تقيل شويه، فلازم تفردي تسيحيه كده على ايدك شويه وتحطي بقى على وشك تحت عينك رقبتك كل حاجه. بجد خطير 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 في الترطيب، فظيع. وكمان تفتيح البشره لو في اي تحسس في البشره ولو في اي بقع في البشره، في الحاجات دي كلها. وسعره 400 جنيه، سعره مش رخيص بجد، سعره غالي. الكريم فيتامين اي طبعا ده اللي هستعمله طول الشتاء برضو مع الحاجات التانية. الكريم ده انا بحبه جدا جدا، تقشير عميق جدا للبشره. هنستعمل ده مع بعض، كل حاجه هنستعملها الفتره الجايه مع بعض. بس انا بقول لكم اهم الكريمات اللي اي واحده عايزه تشتري، مش لازم اللي معايا تشتري اي نوع من دول، كل الانواع دي تنفع للبشرات ما عدا بس الكريمات الخفيفه اللي قلت عليها في الاول للبشره الدهنيه جامده جدا. اي كريم ترطيب تقدري تستعملي، كل الكريمات تنفع لجميع انواع البشره، تجنن تجنن. بس مهم جدا تحافظي على بشرتك. وكده لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنت. وكمان استنوا بقى الفيديوز اللي جايه علشان نتكلم على سيرم الهيالورونيك اسيد، ايه احسن انواع سيرم هيالورونيك اسيد، عشان لازم نعرف ان الشتاء يحب هيالورونيك اسيد، الصيف يحب النشا. اعرفوا المعلومه دي كويس قوي. باي.